انت نسيان مصر شو عملت معنا؟ أزمة كورونا. اصحاب الشقق المصريين كانوا يحكونا يقولوا لنا ما بدنا اجار منكم، اما كل الدول قفلت الباب بوشنا ومصر هي الوحيدة اللي فتحت لنا بابها. نسيان لما حافظوا لك على كرامتك بعد ما ضاعت بجميع الدول. نسيان انه فوتوك بيوتن واكلوك وشربوك. نسيان انه دعمونا وفتحوا معنا مشاريع وكبرونا لما كانوا يتركوا ابن البلد يلي فاتح مشاريع وكان يروحوا عند السوري ينفعوه. نسيان انك كبرت وتربيت وتجوزت واكلت وشربت من خير مصر يا واطي يا ندل. لما كانوا يقعدوا يقولوا لك هي بلدك، لما كان حد مصري يطلع يقول علينا لاجئين كانوا المصريين هن اللي يردوا عليه مو نحنا. اخواتي المصريين، انا بعتذر عن كل اساءة طلعت من سوري لإلكن. انتو إلكن فضل كبير 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 علينا. الناس دي مريضة وعايزة تعمل فتنة ما بيننا، بس صدقوني الناس اللي عندها أصل عمرها ما هتنسى مصر عملت ايه معانا. عمرها ما هتنسى يعني ايه شعب مصري، يعني ايه كرم وحب وعطاء وخير. انا عايش وسطيكوا بقالي 13 سنة. اللي شفته من المصريين ما شفتهوش من اهلي، ما شفتهوش من ولاد بلدي، ما شفتهوش في بلدي. سامحونا وحقكن علينا، والله يقدرنا نردلكن ربع يلي عملتوه معنا.